بتبدأ الأحداث بشخص ماشي بعربيته على الطريق، بس العربية بتعطل منه أو مش بيعرف يشغلها، فبيضطر يوقف باص ماشي على الطريق وبيربط فيه العربية من ورا وبيوصله لقرية كوبي في إيران. على الجانب التاني بتكون في سيدة لابسة أسود وبتتمشى في المقابر وبتاخد شوية عظم وبتروح تدفنهم وبترجع للقرية. بيوصل الشخص وبيطلب من واحد يساعده، بس بيقوله أنا تعبان دلوقتي هشوفها لك بكرة، بس بيقوله إن هو لازم يوصل على الحدود قبل الليل وبيديله فلوس كتير وبيوافق وبيقوله خلاص سيبهالي وعدي عليا بعد شوية. فبيسأله عن كافيه قريب وبيشاور له عليه، وأثناء ما هو ماشي بتقف قدامه السيدة دي وبتقوله أنت بتتكلم إنجليزي، فبيستغرب إنها بتتكلم إنجليزي وبتبص جنبها بتلاقي اتنين جايين ناحيتها، فبتقوله أنا لازم أتكلم بسرعة وبتقوله الناس في القرية دي شياطين، ولما بيقرب منهم الرجالة بيقولوا له إن دي ست مجنونة ويسيبك منها وبيخلوها تمشي. فعلا بتمشي وبيجي الشخصين يعرفوا نفسهم وبيكونوا عمدة البلد والشيخ حسن وبيعزموه على الفطار، فبيشكرهم وبيقول لهم أنا هنا علشان أصلح عربيتي بس علشان عندي شغل هعمله. وبيسأله أنت شغال إيه؟ فبيقول له صحفي. وبيلاحظ الشيخ إن لكنته غريبة فبيقول له أنت منين؟ بيقول له فرنسا وهخلص شغلي وارجع على هناك. بيروح يقعد في الكافيه وبتكون السيدة دي بتراقبه من بعيد طول الوقت وبتروح عند الكافيه وبتحدف له ورقة، ولما بيفتحها بيلاقي جواها حاجة غريبة فبيخرج يمشي في الشارع وبيروح لحد بيت السيدة دي، وأول ما بيدخل بتقوله في حد شافك وانت جاي؟ بيقول لها لأ. أول ما بناتها بيشوفوه بيخافوا وبيجروا على أمهم، فبتقول لهم ما تخافوش ده ضيف عندنا. وبعد كده بتقول لهم روحوا العبوا انتوا وأنا هروح أعمل شاي. فبيقول لها دول ولادك؟ قالت له لأ دول ولاد أختي سوريا وأنا اسمي زهرة. فبيقول لها يا زهرة انتي مجنونة؟ بعتلي رسالة فيها عظم ودعيتي واحد غريب يدخل بيتك، فبتقول له اتفضل اقعد انا هعمل لك شاي، وقتها هتعرف مين المجنون. وبتطلع علبة سجاير وبتقول له تاخد سيجارة، فبيقول لها انا كنت فاكر ان الستات ممنوعة من السجاير هنا. فبتقول له انا النهارده اكبر من امبارح ب100 سنة، مفيش حاجة اسمها اسوأ من اللي حصل امبارح. فبيقول لها ايه اللي حصل؟ بتقول له الشيطان نفسه زار القرية وربنا عالم كل شيء وانت كمان هتعرف قريب جدا. بتطلب منه يشغل جهاز التسجيل وبتقول له ان صوت المرأة هنا ملوش اي اهمية وهي عايزاه ياخد صوتها معاه. فبيقول لها طب انا هسمعك ليه لما صوتك ملوش اهمية؟ فبتقول له اسمع قصتي الاول وانت هتعرف ايه المفروض تسمعه. بتبدأ تتكلم وبتقول الحكاية كلها بدأت مع الزوج سوريا اللي بيكون اسمه علي، وبنشوفه وهو ماشي مع الشيخ حسن وبيتكلموا وبيقول علي للشيخ حسن ان سوريا هتوافق لو كانت عارفة مصلحتها. فبيقول له الشيخ زوجتك عنيدة وانت عارف كده. فبيقول له علي بس انت تقدر تقنعها، وبيقول له الشيخ حسن ان شاء الله. ولما بيتضايق علي بيقول له الشيخ انا مش مختلف معاك في الرأي، انا بس مش متأكد من رأي سوريا. فبيقول له خلاص اسألها واقنعها. بيروح الشيخ عند بيت سوريا اللي بتكون قاعدة مع بناتها. لما بيوصل هناك بيسلم عليها وهي بتقول له علي مش موجود، فبيقول لها عايزة اتكلم معاكي. بيدخل البيت وبيبدأ يتكلم معاها وبيقول لها زوجك اشتكالي منك انك مش بتتكلمي معاه وبتهمليه. فبتقول له علي زوجي من 20 سنة خلى أولادي يقفوا ضدي. فبيقول لها الشيخ علي شاف بنت عايز يتجوزها بس مش هيقدر يصرف عليكم انتوا الاتنين، عشان كده هيسيب لك البيت والبنات والحقل والزراعة بس مش هيديكي أي فلوس. فبتقول له سوريا البيت قديم والحقل بايظ مش هيساعدوني أصرف على بناتي. فبيقول لها الشيخ علي مقدم لك عرض كويس جدا. بيقول لها عندي ليكي موضوع تاني ملوش علاقة بعلي، علشان أكون مطمن عليكي انتي والبنات هاجي أزوركم كل شوية بس انتي عارفة كلام الناس، وعشان كده بطلب منك تكوني زوجتي لفترة مؤقتة في حدود الشرع. بس زهرة بتكون سامعة الموضوع كله فتدخل الأوضة وبتتخانق مع الشيخ وبتطرده وبتقوله إنها تفضحه في البلد كلها. فبيتوعد لها بالأذى هي وأختها سوريا وبيوصفهم بالمشعوذين وبيخرج بسرعة. بتقعد سوريا مع أختها وبتقول لها مين هي البنت اللي عايز يتجوزها علي؟ فبتقول لها اسمها مهرة وعندها 14 سنة، أبوها دكتور غني بس محبوس أو واخد إعدام. فعلي وعده إن هو هيساعده بشرط إن هو يديه بنته، وتم ترتيب كل الأمور. بتسألها زهرة وعرفتي كل ده منين؟ فبتقول لها بيحكي كل ده قدام ولاده وكأنه بيتفخر باللي بيعمله. بيجي الليل وبتكون سوريا قاعدة مع أولادها وبناتها على الأكل وبيدخل عليهم علي يفضل يزعق ويقول لها أهنتي الشيخ حسن وكمان في بيتي. فبتخاف البنت الصغيرة وبتعيط، فبيزعق تاني وبيقول لها سكتيها. بيوجه الكلام للولاد وبيقول لهم الشيخ حسن جيب عرض طلاق لأمكم وهي رفضت، أمكم اللي معرفتش توفر طبق لحمة على الأكل. فبتقول له سوريا أنت ما ادتنيش فلوس علشان أجيب أكل. بيزعق علي وبيقول لها مهرة دايما بتعمل كده لأنها عارفة واجباتها كزوجة. فبتقول له سوريا ما تتكلمش عنها قدامي. بعدها بيقعد على الأكل بيفضل يحرض أولاده الصبيان على أمهم وبيقول لهم ممكن تيجوا تعيشوا معايا في المدينة أو ممكن تبقى ظابط بس أمك مش راضية. فبتتضايق سوريا بتقول له الولاد بس طب والبنات؟ وانا مش عايزه بناتي يموتوا من الجوع
انت عندك وظيفة وقانون وشرع، ما ينفعش تهجرنا، وانا زوجتك والشيخ حسن كان جاي يخطبني وانا على ذمتك، فين شرفك وكرامتك؟ فبيقوم ابنها يرمي الكوبايه وبيزعق لها وبيقول لها ما تكلميش ابويا بالطريقه دي. فبتبص لجوزها بغضب، فبيزعق لها هو كمان وبيقول لها قومي نضفي المكان. فبتاخد طبق والكوبايه وبتقوم، بس مش بتقدر تستحمل وبتفقد اعصابها وبترميهم على الارض. فبيقول لها زوجها ببرود انت كده مدينه ليا ب20 ريال. وبيكلم ولاده وبيقول لهم ان الدنيا دي للرجاله، افتكروا ده كويس. بتاخد طرحتها وبتقول لبناتها يلا نمشي. فبيقوم علي يضربها وبيقول لها رايحه فين، بس هي بتكون مصممه وبتاخد بناتها وبتروح عند اختها. هناك بتقول لها اختها زهره يدفع لو كان عايز يتطلق. فبتقول لها سوريا مش هيدفع اي حاجه. فبتقول لها انا الصبح هروح لابراهيم عمده القريه وهو هيسمع. فبتقول لها زهره زمان ابويا اجبرني اشتغل عند راجل عشان مش قادر يوفر لي اكل ومش عايزه بناتي يكونوا زيي. فبتقول لها اختها لازم تحميهم. اثناء كلامهم بيخبط السيد هاشم على الباب وبيطلب من زهره تروح معاه لزوجته المريضه لانه راح للطبيب ولقاه في المدينه فجالها على هنا. بتروح مع زهره ولما بيوصلوا للبيت بتدخل تشوفها بس بتلاقيها ميته. فبتقول لهاشم انها تجهز لها الجنازه وبيفضل يعيط هو وابنه الوحيد. والصبح بيكون هاشم قاعد مع العمده والشيخ حسن وعلي زوج سوريا ورجاله كتير موجودين علشان يوصوه على موت زوجته. بينادي العمده ابراهيم على زهره. فبتطلع وبيقول لها الشيخ حسن ان السيد هاشم وابنه مش هيعرفوا يقضوا اعمال المنزل ويعملوا نفسهم اكل، لو تكلم اختها سوريا تيجي تساعدهم بعد ما تخلص بيتها هيكون كويس جدا. فبتقول لهم انا مش هكلمها، كلموها انتوا. فبيقول لها الشيخ حسن لو كلمتيها هيكون احسن وتسمع كلامك. فبتقول له ممكن سوريا توافق لو في مقابل مادي. فبيقول لها اكيد هيكون في مقابل. بتقول له على شرط تاخده لوحدها. فبيقول لها يعني ايه؟ بتقول له يعني ملهاش دعوه بمصاريف البيت ولا البنزين ولا البنات بتوعك. بتسيبهم وبتمشي. فبيخرج وراها ابراهيم يقول لها انها تحاول تمسك لسانها شويه وتعمل لهم اللي هم عايزينه. بتوافق سوريا وبتروح كل يوم لبيت السيد هاشم، بتساعدهم في شغل البيت وبتجهز لهم اكل. وبيكون جوزها علي بيراقبها طول الوقت. وبيكون هاشم عند مكنه الخياطه بتاعه زوجته بيسمح لسوريا انها تستخدمها وبيديها قطعه قماش هديه. فبتعملها جيبه لاختها زهره وبتطلب منها تشيل معاها الفلوس اللي بتاخدها من السيد هاشم وبتوافق. بالليل بيكون واقف ولاد سوريا الاتنين بيمسحوا لابوهم العربيه اللي بيكون جاي هو والشيخ حسن. وبيسال واحد منهم امتى هنروح للمدينه؟ فبيقول له قريب. وبيديه فلوس وبيدي اخوه التاني بس بيقول له طب وامي واخواتي البنات؟ فبيقول له ابوه انا ههتم بامرهم بس دلوقتي روحوا للبيت. وبعد ما بيمشوا بيقول علي للشيخ انا حاسس ان في حاجه بين سوريا وهاشم، هو اصبح ارمل دلوقتي وسوريا كل يوم في بيته. فبيقول له الشيخ اللي انت بتقوله ده مستحيل، انت عارف ان عقوبه الزنا الرجم وهو ده اللي انت عايزه. فبيقول له علي انت هتمشي كلامك عليا؟ انت نسيت ان انا عارف ماضيك وانك المفروض تكون مسجون دلوقتي. وبعدين سوريا لو ماتت مش هضطر ادفع نفقه. فبيقول له سوريا بتشتغل وبتجمع فلوس وقريب هتطلب الطلاق. فبيقول له ان هو مش هيستنى كل ده. فبيقول له الشيخ ان هو لازم يكلم المحافظ ابراهيم ولازم يكون في شهود. فبيقول له انا شاهد وانت هتبقى شاهد، بس الاول هننشر الاشاعات في القريه. وبيسوق عربيته وبيمشي. تاني يوم بتروح زهرة المخبز وبتلاقي الناس هناك بتتكلم عن أختها وبتتخانق معاهم. وبتكون زهرة مع بناتها في الحقل وبيقعدوا شوية وبعدين بتقول لهم لازم نروح عشان نحضر العشاء. بتروح تحضر العشاء للسيد هاشم اللي بيطلب منها تقعد تاكل معاه لأنه مش بيحب ياكل لوحده. بس هي بتقول له ابنك محسن هيصحى بعد شوية بس أنا لازم أروح البيت دلوقتي. وبتمشي. بيتحول المشهد علشان نشوف عربية علي واقفة قدام بيت إبراهيم وبتشوفها زهرة. وبيكون علي والشيخ محسن عنده عشان يطبق عليه حد الرجم على سوريا، بس هو بيقول لهم ان هو محتاج شاهد قوي وصادق ويكون مش بيكره سوريا ولا ليه عداوه معاها. بيزعق لهم وبيقول لهم هاتولي دليل وبيسيبهم وبيمشي مش اشاعات. وبتكون زهره واقفه بره وسامعه كل حاجه فبتمشي وراه وبتقول انا عارفه انك بتدبر مكيده لسوريا مع حسن وجوزها علي. فبيقول لها ان دي مش مكيده، ده مجرد شكوى. فبتقول له انا بحذرك، انا مش هخلي اي اذى يصيب اختي. وبتروح زهرة لسوريا وبتقول لها في مؤامرة بتتعمل عليكي من علي وحسن الخبيث، أنا معرفش هي إيه بس لازم تسيب الشغل عند هاشم. فبتقول لها سوريا إن ما ينفعش تسيب الشغل وده أملها الوحيد. وبعدين مش هم دول نفس الرجال اللي طلبوا مني أشتغل وأديني بشتغل. وبتسيبها وبتمشي. وعند الشيخ حسن بيكون علي موجود معاه. بيبعت لهاشم اللي أول ما بيجي بيقول له الشيخ حسن إن علي شاكك في زوجته عشان بتدخل وبتطلع عندك في البيت وإنه ما بقاش واثق فيها وإن هم هيبعتوا يجيبوا قاضي شرعي من طهران عشان يحكم في الأمر. بيوريه الشيخ حسن ورقة وبيقول له شوف بنفسك. فبيقول له معرفش أقرأ. فبيسأله هي سوريا نامت في بيتكم قبل كده؟ فبيقول له هاشم سوريا سيدة محترمة وبترجع لبيتها كل يوم. بس علي بيقول له إن دي مش إجابة السؤال، نامت عندك ولا لأ؟ فبيقول له معرفش، أنا راجل بسيط مش فاهم أنت عايز مني إيه. بيتضايق وبيمشي.
بيروح يشتغل في الورشة بتاعته وبيكون بيصلح موتوسيكل وابنه محسن بيساعده. بس فجأة بيدخل عليهم علي وحسن وبيقولوا لهاشم احنا محتاجين شاهد تاني، وبيدي حسن حلويات لمحسن وبيفضل يقول له هي سوريا نامت عندكم قبل كده ولا لأ؟ فبيقول له هاشم ابني ملوش دعوة وانتوا حرام عليكم وربنا شايفكم. بس علي بيهدده فبيقول لهم ان هو دخل البيت مرة ولقاها نايمة لان دماغها كانت وجعاها، وبعد ما يمشوا بيفضل يقول يا رب سامحني. بيطلع علي من عنده للشارع وبيفضل يصرخ علشان الناس تتلم، وبيضرب في سوريا وبيقول لها يا خاينة يا عديمة الشرف، وبيتلم أهل القرية وبيفضلوا واقفين وهو بيقول لهم خانتني مع هاشم أنا لازم أقتلها. بيضرب فيها فبتسمع زهرة اللي بتخرج بسرعة وبتدافع عن سوريا وبتبعت واحدة تنادي إبراهيم بسرعة وبتاخد سوريا وبتقول لعلي الكلام هيكون عندي في البيت. بيوصل إبراهيم للبيت وبيقول له علي خانتني وأنا شفتها مرة واقفة بتتكلم مع هاشم وبتبتسم له وكل يوم عنده في البيت. فبيقول لها إبراهيم ده حقيقي. فبتقول له سوريا أنا متجوزة وما خنتش علي مع حد، مرة كنت بتكلم معاه وقلت له إني هرجع بعد شوية علشان أحضر العشاء وابتسمت. فقالت زهرة لإبراهيم الكلام مع الرجالة مش جريمة والابتسام في وشهم مش ضد القانون. وأثناء كلامهم بيخبط الباب فبيقول علي أهو هاشم جه وهيأكد كل حاجة، وبيروح عشان يفتح الباب. بيدخل هاشم وبيكلمه إبراهيم بيقولوا لما كنت بتتهامس انت وسوريا كنتوا بتقولوا ايه؟ فبيقولوا كانت رايحه تغسل شويه هدوم وبعد شويه رجعت تعمل العشاء وبعدين خدت قيلوله شويه. فبتزعق سوريا وبتقول انا ما ينفعش اخد قيلوله انا ورايا شغل كتير. فبيسكتها ابراهيم وبيسال هاشم وبيقول له عايزك تجاوب اجابه صريحه او لا، هل سوريا عرضت عليك انها تاخد راحتها في بيتك؟ فبيقول له هاشم ايوه ونامت على سريري كذا مره. بتزعق له سوريا وبتقول له حرام عليك تكذب وبتقول عليا حاجه ما حصلتش، انا كنت بساعدكم وبعطف على ابنك والناس دي هم اللي قالوا لي اشتغل عندك وما كنتش بقعد دقيقه واحده زياده عن وقت الشغل. فبيقول ابراهيم لهاشم الراجل ده بيتهم زوجته وانت لازم تكون متاكد. بيتردد هاشم بس بيقول له علي بسرعه وبيقول له هو بيقول الحقيقه. فبيقول هاشم ايوه انا بقول الحقيقه وكل اهل القريه بيتكلموا عن الموضوع. بيقول ابراهيم لسوريا في 2 شهود على الفاحشه وانت من مسؤوليتك انك تثبتي براءتك. فبتقول له زهره احنا نعرف بعض من زمان ما ينفعش تكذب عليا، هي دي مؤامره على سوريا بسبب البنت اللي عايز يتجوزها علي. فبيقول لها ان دي مش مؤامره، دي جريمه خطيره ضد المجتمع. بعدها بشويه بيدخل مجموعه من السيدات وبيقولوا زهره المحافظ ابراهيم بعتنا عشان نفضل معاكم لحد ما يجي الرجاله ويقعدوا مع القاضي. فبتقول لها سوريا مين؟ بتقول لها الشيخ حسن وابراهيم وطبعا علي واولادك وابوكي. فبتقول لها زهره انت محتاجه ترتاحي وبتدخلها الاوضه وبتقفل الباب. وعند القاضي بيكون في ناس كتيره واقفه قدام الباب مستنيين الحكم، وبيخرج القاضي وبيقول لهم تم الحكم بانها مذنبه والرجم بعد ساعه. بنشوف بنت صغيره بتاخد الطريق لبيت زهره جري وبتديها ورقه بتقول لها انها مش الشيخ حسن وانه طلب انها تمضي. فبتكرمش زهره الورقه وبتديها للبنت وبتدخل البيت بسرعه وبتقول لسوريا يلا هنهرب، بس بتفضل تسالها الحكم ايه. فبتقول لها ان هو هيتم رجمك بعد ساعه. بتحاول تخرج من الباب بس بيكون في شخص قاعد بالسلاح فبتروح للباب التاني بس الرجاله بيرجعوهم. لما بيدخلوا البيت بتقول سوريا اخيرا عملها وهيتخلص مني، وبتقلع السلسله من رقبتها وبتلبسها لبنتها الصغيره وبتقول لها انا عايزاكي دايما تلبسي السلسله دي اوعى تضيع منك. وبتدي الخاتم لبنتها الكبيره وبتقول لها ان كان بتاع امها ومن قبلها جدتها وفي يوم من الايام هتديه لبنتك الكبيره. وبره بيكون كل اطفال القريه عمالين يجمعوا حصى والرجاله بيعملوا الحفره. بتتكلم سوريا مع زهره وبتقول لها لما بناتي يكبروا احكي لهم عني. فبتقول لها تقول لهم الحقيقه ومش لبناتك بس للقريه والعالم كله. بيدخل ابنها يقول لها هيقتلوكي ليه يا امي انت عملتي حاجه؟ فبتقول له انا ما عملتش اي حاجه. بتسلم عليه بس بيجي اخوه يشده بيقول له خليك راجل. لما سوريا بتمسكه بيزقها بيمشي. بعد كده بتدخل سيده بتقول لهم ان هم وصلوا بره. بتخرج سوريا ومعاها زهره بيمشوا في الشارع لحد المكان المحدد وحواليهم رجاله عمالين يقولوا الله اكبر. ولما بتوصل بيتكلم ابراهيم بصوت مسموع للكل بيقول لها بعد الاتهامات اللي اتوجهت لك وصلنا لقرار عادل وهو الاعدام رميا بالحجاره وان هو حان وقت التنفيذ. بيروحوا لمكان الحفرة وهناك بيطلب إبراهيم من زهرة إنها تشيل العباية عن سوريا بتقول لها سوريا أنا مش هعيط وإنتي كمان ما تعيطيش. فبتوعدها زهرة بتقول لها الجنة في انتظارك. بتروح تقف بعيد بيقول إبراهيم لسوريا تقدري تقولي كلمة أخيرة. فبتروح تقف قدام الكل بتقول لهم إزاي قدرتوا تعملوا فيا كده؟ أنا دخلت بيوتكم وكنا أصحاب وجيران وكنت أمكم وبنتكم وزوجتكم، إزاي تعملوا كده؟ بيجي شخصين بيربطوا ايديها ورا ظهرها بينزلوها في الحفره بيردموا عليها علشان يكون نصها اللي فوق بس هو اللي ظاهر. في البيت بتعلي السيده صوت الراديو علشان البنات ما يسمعوش الصراخ بتطلب منهم يغطوا ودانهم.
بيقول إبراهيم لمرتضى أبو سرية هتقول كلمة أخيرة، فبيقول له ما بقاش في حاجة تتقال، دي مش بنتي وأنا مش أبوها. بيمسك الحجرة علشان يرجمها، بس زهرة بتصرخ وبتترجى إبراهيم يرجمها هي بدلها، وبتفضل تعيط والرجالة بيبعدوها. بيفضل مرتضى يرمي الحجارة ناحية سرية بس مفيش ولا واحد بيجي فيها، فبتقول سيدة لإبراهيم راجع نفسك، سرية ما جاش فيها ولا حجر ودي إشارة من ربنا إنها بريئة، بس محدش بيسمع لها. بيقول عليه لمرتضى أنا هرجم بدالك، بيخبطها بالحجر اللي بيجي في دماغها بتفضل تنزف. بيفضل يرجمها وبيجيب أولاده علشان يرجموها. بعدها بيجيبوا هاشم بس مش بيقدر، بيرمي الحجر من إيده، بياخد ابنه وبيمشي. فبيبدأ كل الناس في رجم سرية، وبتقع زهرة على الأرض وبتفضل تعيط، وكل سيدات القرية بيعيطوا على سرية. بتقع سرية وبيكون دمها في كل مكان، فبيقرب منها علي علشان يتأكد إنها ماتت، بس بيشوف عينيها بتتحرك، فبيقول للناس إنها لسه عايشة، خدوا حجرة تاني وارجموها. بياخدوا الحجر وبيرجموها لحد ما بتموت. بعد ما الناس بتمشي بتقول زهرة لإبراهيم ادعي ربنا يسامحك على اللي انت عملته ده. بتكمل زهرة الحكاية وبتقول مرضوش يخلونا ندفنها، عشان كده خدنا جثتها وحطيناها قريب من النهر، وكل ده كان امبارح، والنهارده الفجر رحت أخدت اللي اتبقى من عظمها بعد ما أكلتها الكلاب ودفنته. فبيقفل الصحفي التسجيل وبيخرج الشريط في اللحظة اللي بيدخل فيها هاشم عشان يقولوا إن عربيته جاهزة، وبيخرج وبيكون حسن واقف بره، وبيقول لإبراهيم مش هنسمح لك إن هو يمشي من هنا. فبيقول له إبراهيم بس هو ما عملش حاجة، فبيقولوا إن ده كاتب وصحفي والأمور دي لازم تفضل بينا بس. أثناء كلامهم بيظهر علي وهو ماشي، فبيقول له حسن رايح فين؟ مش المفروض هتتجوز النهارده؟ فبيقول له الجواز اتلغى وأبوها اتعدم، وبيمشي. فبيزعق هاشم وبيقول له عملت كل ده ليه؟ بيتخانق مع حسن وبيقول له أجبرتوني أشهد زور مقابل لا شيء. فبيقول له إبراهيم بتتكلم عن إيه؟ فبيقول له هددوني وأجبروني أشهد زور ضد سيدة بريئة، وكل ده كان كذب وافتراء. بيخرج الصحفي مع زهرة من بيتها، وبيعترض حسن طريقه، وبيقول له مش هسمح لك تمشي من هنا، وبياخدوا منه الشنطة بالعافية وبيفضوها، وبيلاقوا فيها أوراق وشريط مسجل، فبيمسكوا حسن وبيبوظوا، وبيقول له مش مسموح إنك تتدخل في شؤوننا. فبيقول له أنا هقدم شكوى في أقرب حكومة، وبياخد عربيته وبيمشي. وبعد كام شارع بتكون زهرة مستنياه بالشريط الحقيقي، بياخدوا منها وبيهرب بسرعة، وبتقف قدامهم وبتقول لهم خايفين من إيه؟ دي عدالة ربنا، ودلوقتي العالم كله هيعرف الحقيقة وهتبقوا مثال لكل البلدان. وهنا بيخلص فيلمنا. حابة أقول لكم إن الفيلم عن قصة حقيقية. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تحطوا لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose